اعمل يا جدع لايك، اقرا لي، قول لي الله ينور، ما تشتمني. هو في يبقى كده بتقدرني؟ اخواتي عاملين ايه؟ بدل ما تكونوا بخير. والنهارده جبت لكم تحديث بعد فتره كبيره جدا. بعتذر عن التاخير دوت، بس النسخ ديت حرفيا فيها مميزات جامده جدا. كان معايا للاخر ان النسخه معموله باسورد. ثانيا كان معايا ان جوه النسخ فيها حاجات لازم تكون عارفها، ان انت لو ما كملتش معايا وما عرفتهاش اي حد هيبعت لك اي فيروس هتهنك بثانيه. تمام، فانت كمل معايا للاخر عشان تفهمها. بس قبل ما ابدا في النسخ في حاجه بس كده، ناس كتير طلبتها مني، ان هما الاشعار بتاعت النسخ مش بتطلع لهم بره، او العدد بتاعت الرسائل مش تطلع بره. فاحنا نظهرهم ازاي؟ بتخش على اي نسخه تفضل داس عليها لحد ما يجيب لك الاختيار ديت، وبتخش على معلومات التطبيق او اب انفو. تمام، بعد كده بتخش على حاجه اسمها الاشعارات، تمام، او نوتيفيكيشنز. لو انت بالعربي هتلاقي عندك الاشعارات، فانت عندك بتبقى مقفوله بالمنظر اللي انت هتشوفه معايا دلوقتي دوت. تمام اهوت. فانت بتخش على الاشعارات هتلاقيه مقفول معاك بالمنظر دوت. فعشان انت تظهر الاشعارات والارقام لازم تفعل كل عندك دول، تفعل دول كلهم. كده الاشارات هتظهر معاك وعدد الرسائل هتظهر بره على الواتساب. تمام، نخش بقى على شرح النسخ. تمام، اشرح على واتساب البلاك، ويعتبر نسخ كلهم ميزة واحدة. الفكرة كلها اللي انا عامل 5 نسخ عشان في ناس بتعمل ارقام فيك، بتعوز 5 ارقام مختلفين وبتعوز 5 نسخ جنب بعض. فانا عامل 5 نسخ جنب بعض باشكال حلوة وجامدة جدا حرفيا يعني. تمام، فاول حاجه هشرح على نسخه البلاك، وكلهم يعتبر ميزه واحده. فانت كمل معايا عشان تفهم النسخه بتقول ايه وتعرف الباسورد. تمام، طب زي ما انت شايف كده نسخه البلاك زي ما انت شايف كده. تمام، قبل ما ابدا اي حاجه، ازاي تقدر تحط السيم بتاع اي نسخه؟ تمام، طبعا الطريقه اللي احنا كنا بنعملها في الادارات القديمه مش هتنفع في النسخ ديت. تمام، فاول حاجه هتدوس على العلامه ديت وهتخش على اعدادات واتساب او الاضافات شعوذه. تمام، وهتنزل تحت خالص وهتعمل انت السيم بنفسك. تمام، هتخش على خلفيه الشاشه ديت. تمام، وهتفتح معاك المعرض وتختار الصوره اللي انت عايزها او السيم اللي انا حاطه اللي يعجبك حطه. تمام، فانا بدات اختار الصوره. بعد ما الصورة اتحطت معايا طبعا لازم نظبط لون الشاشة، لأن الشاشة كده مش هتبقى. نخش على الشاشة الرئيسية، شاشة المحادثة، نظبط لون الخط. وهنخش على الصور، لأ، شاشة المحادثة إن هي تبقى في الرئيسية، شاشة الرئيسية. وهنخش على الصفوف. تمام، وهننزل تحت كده لون الأسماء. تمام، ممكن نخليها مثلا لون الأسماء تبقى، ندوس عليها ونخليها مثلا أحمر، لأن يعتبر خلفية سودا فنخلي اللون يعني باين. نخليه مثلا أحمر فاتح. ولون الرمز مثلا نسيب الرمز كده لحد ما نشوف ده بتاع ايه. وننزل تحت شوية ونختار لون ايه تاني، او لون الاسماء دي برضو نخليه برضو احمر فاتح. لون الخط في الرئيسية كاملة نخليه برضو احمر فاتح، لان لون الخط الكامل بيبقى اسود، فاحنا عايزين نغير لون الحاجة. تمام، لون الترجمة نخليه مثلا برضو زي ما هي. تمام، لون الخلفية لون ايقونة. ماشي، احنا مثلا عدد الغير محدودة لون رقم في عدد الرسايل. طيب احنا هنخلي كده. تمام، ماشي كده احنا غيرنا الالوان وظبطنا الخلفيه. فنرجع بقى تاني ونشوف دلوقتي بعد ما حطينا السيم بقت النسخه عامله ازاي. لو انت عاجبك السيم هتلاقيني محمله تحت. بعد كده تركبه زي ما انا مركب كده، تختار الصوره وتظبط اللون بتاعك والدنيا تبقى فل زي ما انت شايف كده. تمام، طبعا في حاجه ناقصه بتاعه لو حد فاتح وكده، مثلا يعملها فين؟ الشاشه الرئيسيه برضو صفوف، المفروض دي تبقى هنا برضو. تمام، بتبقى هنا كده في الشاشة الرئيسية برضو عند الصفوف. تمام، بتنزل تحته خالص وتلاقي الشخص، لو شخص متصل يجيب لك العلامة دي تخليها برضو ريد. تمام، آخر زور برضو تخليها ريد، لأن زي ما قلت لك الخلفية بتبقى سودا ولون الكتابة ماشي معمولة. بس كده كده ظبطنا كل حاجة. تمام، دي خليها كده بحيث لو حد اونلاين يجيب لك الإشارة بتاعتها بتبقى هنا. تمام، بس كده احنا خلصنا من السيمات، من السيم واللون والخط. لو انت عايز تلعب وتغير اي حاجة براحتك. تمام،
طب نبدأ بقى في شرح النسخة كاملة. عندك المميزات جامدة جدا زي ما انت شايف كده، تمام. تاني ميزة معانا مهمة، ان في ناس هتتوه ومش هتعرف تلغيها. هقولها لك دلوقتي، ثانية. تاني ميزة معانا اللي هي بتدوس على اي رسالة وتجيب لك تعديل الرسالة اللي انت عايزها وترجمها ونسخ والكلام ده كله، ما عدا الحاجة الجديدة بقى اللي انت تعمل تشفير المسج بتاعتك وتبعتها للشخص. وعشان يفك التشفير بتاعتها لازم ننزل نسخة زي ما انت بتستخدمها، تمام. وما تيجي هنا تبعت مسج بيظهر لك العلامة دي، بتبقى رخمة جدا. انت بتبقاش شايف الشخص اللي بعت لك رسالة، وانت بتكتب مبتبقاش عارف تقرا الرسالة بتاعته، فانت تلغيها ازاي؟ فدي برضو ميزة لازم تعرف ازاي تلغيها، تمام. بتخش على داتا الواتساب بلاك وبتنزل تحت وبتخش على الشاشة المحادثة وبتنزل تحت شوية كده، تمام. وبتروح عند حاجة اسمها تعطيل القاعدة عند نقر في الفقرة، هي دي تلغيها. تدوس كده كده معطل، تمام. كده مش هتظهر معاك، تمام. طيب طبعا ميزة النسخة كلها حرفيا جامدة جدا، جامدة بطريقة جامدة. طيب أول حاجة لازم برضو تعملها، لو انت بقى لو خايف لو حد يرمي عليك المسج، لازم تفعل دي. فعل ده عشان متنكش في قطع النت. لو حد بعتلك مسج قطع النت متنكش، تمام. واهم المميزات اللي انت لازم تكون عاملها اللي هي برضو في شاشة المحادثة، تمام. لما انت وصلت لحد هنا، فأول حاجة من الباسورد فهو حرف الفي كابيتال. حرف في كابيتال ده أول حاجة من الباسورد، تمام. هتكتب حرف في كابيتال، بقية الباسورد كمل للآخر. هننزل تحت من جوه شاشة المحادثة ديت، هتفعل الحاجات اللي أنا بفعلها بس، بحيث لو انت مش بتحفل ومش عايز حد يهنجك تفعل دول بس. انت كده في امان، يعني في نص امان او اعتبار في امان كلي، تمام. لكن لما تيجي تحفل وتبعت عايز تبعت لحد، تفعل كل الحاجات اللي هنا بحيث ان انت الفرزات تبعت معاك طلقة، تمام. هتفعل اول حاجتين دول، تمام. وهتسيب ديت وهتسيب دي وهتفعل دول وهتسيب دي، تمام. وهننزل تحت وهتفعل التلاتة دول وهتسيب دول كده وهتفعل ديت وهتفعل دي، تمام. وهتفعل الموقع وهتسيب دي ودي ودي. مثلا وهنفعل تجنب افراز الضروب ديت، تمام. وهتسيب الرابعة ديت وهتفعل ديت، تمام. وهتنزل تحت شوية تجنب فترات التأخير دول كده بس، تفعل دول بس كده. كده انت في امان. حد بعت عليك قطع النت برضه، حد بعت عليك فيروزات تهنيج مش عارف ايه، مش هتهنج خالص، تمام. لكن لما تيجي تحفل لازم تفعل كله وتبعت النسخة بتاعتك طلقة، تمام. طبعا النسخة فيها مميزات كتيرة جدا، تقدر تلعب في الألوان بتاعتها من هنا زي ما احنا شفناها، لون الخلفية، لون الفئة، خلفية الرمز. تقدر تغير أي حاجة في النسخة اللي انت عايزه، تقدر تغير في أي حاجة، في أي حاجة في النسخة تقدر تغيرها، تمام. والمزيد برضو تغير الخط وكل حاجة، أو زيادة عدد التحويل، تمام، لأكتر من 250 شخص. يعني النسخ فيها حاجة عظمة جدا، حاجة عظمة جدا حرفيا. أنا كده شرح يعتبر نص مميزات النسخة، وشرح الحاجات المهمة اللي لازم الناس تكون فاهمها أول ما تشغل النسخة. يعني أنا فهمت الحاجات اللي الناس تكون فاهماها، اللي هو اللي انت تفعل المميزات ديت وازاي تلغي مميزات وازاي تحط السيم. وطبعا النسخة متنكش من حاجة، وهوريكوا دلوقتي في التست، تمام. اهو نخش مثلا اي حاجة كده، وعايز اقولكوا ان النسخة من غير اصلا زراير ما بتجري زي ما انت شايف، تمام. نخش كده، دي المفروض فرزة حروف. نخش على لوكو ديت، تبقى اللوكيشن، بص اللوكيشن اصلا متصغر ازاي، تمام. نخش على مثلا ديت برضو، دي تبقى لوكيشن برضو، تمام. ونخش على ديت. انا بخش بشكل عشوائي من غير ما اعرف اصلا ايه دي. زي ما انت شايف النسخة بتجري طلقة، والله يا جدعان النسخة بتجري طلقة. عايزين مثلا نخش على اي حاجة من تحت، هنا في كونكتات هنا، مثلا تكست ماشي. هي كونكتات 47. الكونكتات دي برضو تقيلة، خلي بالكم. كونكت 47، تمام. عندك هنا تشولو كونكتات برضو، زي ما انت شايف النسخة اتقلت ثانية وفك التاني. يعني انت شايف مفعلين زراير، خلي بالك مش مفعلين زراير كونكتات، ده فرز الإجزام، تمام. هنا يبين لك ان مفيش لينك ظاهر، بس هو حقيقي اللينك موجود بس شبه مختفي.
يعني انت لو حد بعت لك لينك ولونه مش مزرق، عادي تقدر تدوس على اللينك ويخش على الموقع تبع اللينك، اذا كان فيسبوك او يوتيوب او انستا او اي حاجه. تمام. وكده مثلا خلاص كده. كده انا شرحت لك كل حاجه في النسخه او نصهم. تمام. وعندك هنا طبعا رساله رقم غير محفوظ، تقدر تثبت اكتر من 3 محادثات، الميزات بتاعتنا العاديه. وعندك رساله جماعيه والردود السريعه وكل ده. طبعا تقدر تضيف اكتر من رقم، او تضيف اكتر من رقم في حساب واحد. تمام. بس وده كان شرح بتاعنا النهارده، ويا ريت تدعمني بلايك وكومنت، ويا ريت تشير، ان انا بصراحه بتعب في الحاجات دي جامد جدا. تمام. اشوفكم على خير. صح، قبل ما اقفل اقول لكم بيت الباسورد. طبعا قلنا اول حاجه في الباسورد تبقى حرف في كابيتال. تمام. طب بيت الاسبورت هيبقى 118 اللي هو كده، في كابيتال. لازم تخلي الحرف في كابيتال كده. تمام. لازم الحروف تبقى كلها كابيتال، وهتم كاتب في، بعد كده تكتب 118. ده الباسورد بتاعنا النهارده. بس كده.